الحمد لله على السلامة يا كابتن اسماعيل. الله يسلمك كابتن مجدي وتحياتي للكابتن. ألف مبروك، رفعتوا راسنا امبارح وأديتوا أداء رائع واديتوا لنا وجبة كروية. يعني هو عايزين نتفق لما دي واحدة يا كابتن اسماعيل، اما تتكلم حد هبص لحد عايز الأول يسلم على المجموعة نسمعه بيسلم وبعدين نكمل. ما أنا كنت هديله. لا هو اللي كان بيقول لك تحياتي للكابتن. اتفضل يا كابتن. تحياتي طبعا لكابتن مدحت وكابتن أيمن يونس كابتن مصطفى يونس. مبروك يا تيجانا. مبروك يا سباع. اتفضل يا كابتن مدحت. بقول لك امبارح امتعتونا اسماعيل في الحقيقه واديتونا وجبه جميله جدا في كل شيء، سواء في الاداء او في الروح او في النتيجه. كل امبارح يوم متكامل في الحقيقه، دخلتوا الفرحه في قلوبنا بعد فتره طويله يا اسماعيل. والله الحمد لله والله يا كابتن مجدي، لان احنا المباراه دي بالنسبه لنا كنا بقالنا فتره بعد التاهل. يعني احنا برضو مباراه مع افريكا سبورت، يعني الولاد عملوها بروح عاليه جدا جدا في ظروف كانت صعبه. ظروف بالنسبه لنا المره دي كانت برضو فيها صعوبه كبيره جدا، لان انت عارف حضرتك جنش كان قبلها بفتره ما دخلش الا اول امبارح بس التدريبه، وقعد حوالي 8 ايام بيتعالج والحمد لله ظهر بمستوى رائع. وكان بالنسبه لنا برضو ما كانش في حارس احتياطي والحمد لله عدت على خير. ويعني في غيابات، هاني سعيد فجأة جات له إصابة قوية جدا. والمطر يا كابتن اسماعيل، المطر اودي الغريب برضه يا كابتن مجدي، الحمد لله ربنا وفق اولادنا كاننا بنتمرن في مطر. انت عارف احنا اللعيبه المصريه برضه مش واخدين ان احنا نلعب في الاجواء المطر دي، بتبقى فيها يعني صعوبه شويه، لكن الروح كل حاجه التركيز. ما عدا انت يا اسماعيل بتتألق في المطر دايما. اول لما مطرت عرفت ان هنكسب على طول. الحمد لله يا ايمن والله. واحنا برضو اتفرجنا على برضو وجود النشاط في المغرب اتاح لنا فرصه ان احنا نتفرج كجهاز فني مع الكابتن حسن على 3 مباريات مهمين جدا في الدوري العام بالنسبه لهم. اول مباراه كانت مع الجديدي ديت وانهزموا 2-0، وبعدين مع الوداد وعملوا درون 1-1، ومع القنيطري اخر مباراه من 5 ايام وكسبوا 3-0. فوضحت بالنسبه لنا بعض الحاجات اللي احنا ركزنا عليها. يمكن الحمد لله الهدفين اللي جم كان في تعليمات من الكابتن حسن ان نستغل المساحات ورا الباكين، خصوصا الباك ليفت، لان هو من ورا ظهره دايما بيبقى فاضي. والحمد لله كان في توفيق. يعني احنا رحنا في ب4 كور الحمد لله ربنا وفقنا جبنا هدفين. لكن انا بقول الجزء التكتيكي يا كابتن مصطفى، ولادنا كانوا يعني مقفلين كويس نص الملعب، والحمد لله التغييرات كان ليها اثر ايجابي، ونزول حازم واسلام واحمد جعفر. تغييرات هائله ابو السباع. يعني حتى في اخر المباراه احنا لعبنا ب3 ديفندر ثابتين، واسلام ناحيه الشمال وحازم امام ناحيه اليمين، وفرود واحد اللي هو احمد جعفر اللي قدرنا نجيب الجون الثاني فيه. يعني ثبتنا ال3 اليكسس ونور. انت عندك 3 يفرحوا يا كابتن اسماعيل. الحمد لله يا كابتن مجدي، يعني هم ظبطوا لنا الايقاع، نور ومندومو وابراهيم. وانا شايف ان صلاح سليمان كمان كان مميز قوي في المباراه يا كابتن اسماعيل. برضه ايمن لان بقاله فتره كبيره ما بيلعبش بس كان كويس، الولد كان كويس قوي. لا كان كويس جدا الحقيقه. يعني خط الدفاع بعمر جابر بعبد الشافي بفتح الله بيواصل مسلسل تألقه مظبوط. الحمد لله رب العالمين. وجنش طبعا ما هابش المباراه لان كان في جمهور كتير جدا. وبالمناسبه برضو انا كابتن مدحت ذكرت المدير الفني رشيد على الهوا امبارح، وقلت انا بشكره جدا لان هو يعلم تماما يا كابتن مدحت ان احنا عندنا حارس مرمى واحد، ولو اي حد تاني كان بيفكر بغير روح رياضيه كان ممكن تحصل مشكله. صحيح. انما هم دي قلت لهم دي اخلاق المدير الفني واخلاق مجلس اداره المغرب الفاسي واخلاق المغرب، في حميميه كبيره جدا. استقبلونا استقبال يعني اكتر من رائع، وان شاء الله هنرد لهم الاستقبال ده واكتر. هم ناس محترمين جدا. فرقه على فكره فرقه صغيره في السن، لعيبه كلها عندها حماس شديد جدا. كسبوا الترجي في كاس السوبر، يعني فرقه تقيله. انما الحمد لله يمكن ربنا وفقنا ان احنا قرينا الجيم بدري، وكان في تركيز شديد جدا من اللعيبه ان هم يحسموا يعني اكبر قدر في مباراه الذهاب. لا والحقيقه يمكن ادائكم يا كابتن اسماعيل هو اللي حط الفريق في الحجم اللي احنا شفناه. عايز اسالك على اختيار احمد حسن كبدايه،
خصوصا لم تكن التوقعات بالدفع بيه في البدايه وفقا للمباريات السابقه، كان دايما بيبقى بديل. على مين يا كابتن؟ احمد حسن. احمد حسن الحقيقه يعني احمد حسن بقاله فتره بيتمرن كويس جدا جدا ومركز جدا، ويمكن مباراه كوت ديفوار افريكا سبورت هو بدا المباراه وكان نجم من نجوم المباراه. واحنا كان قدامنا حلين يا كابتن مجدي يا كابتن ايمن يا كابتن مصطفى، يا نلعب باثنين فرد وواحد تحتيهم، يا نلعب بواحد اللي هو عمرو زكي واثنين تحتيهم. لكن طبيعه لعب هذه المباراه وقرايتنا للمباريات السابقه بالنسبه للمغرب الفاسي حتمت علينا ان احنا نلعب باثنين عشان نستغل احمد حسن كسنتر فيرو الثاني وصانع العاب، نلعب دورين مع بعض، ونستغل ان احنا نثبت شيكابالا على الباك ليفت اللي هو بيزيد والهاف ليفت دول مكمن الخطوره عندهم، فوقف الجبهه بتاعتهم واحمد حسن يلعب من ورا ظهر عمرو زكي، والحمد لله قدر ان هو يعني يحرز هدف وكان نجم من نجوم المباراه. احمد يعني الحمد لله يعني بقى له فتره على المستوى الثابت، بالعكس يعني المباراه دي انا شايف ان احمد نزل يجي 10 سنين يعني عمل ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر ربنا يحميه يعني. وبرضه ده هو بيبني ثمار التزامه واحترامه وجديته، يعني حاجات كتيره جدا. هو ده احمد حسن. هل الانذارات اللي اخذوها بعض اللاعبين ليها تاثير في المشاركه لمباراه العوده؟ لا ان شاء الله كابتن مدحت، وبعد ان شاء الله ربنا يسهل، لان المباراه اللي جايه برضه احنا محذرين منها، الكابتن حسن محذر منها، يعني ايه مش هنفرح غير لما نعدي. لما نعدي، لكن ان شاء الله اللائحه اللي معانا كابتن مدحت بتقول ان الانذارات بتتشال بعد الدور ال 16 يعني باذن الله. اخيرا كابتن حد موقوف يعني ان شاء الله يرجع عبد الواحد، خلاص الايقاف خلص بالنسبه له. نعم. واحمد سمير الحمد لله خف وبقى كويس. ورزاق لسه فاضل له 3 مباريات. موقوف 4. 4 مباريات. اوكي. هاني سعيد ان شاء الله اتعالج معانا مع هناك في المغرب، وثلاث 4 ايام هيكون موجود داخل الفريق ان شاء الله. انتوا كنتوا عاملين تظلم على رزاق يا كابتن؟ قدمنا تظلم على اساس ان دي اول مره وان هو ما كانش يقصد وان الموضوع اتفهم غلط. يعني ان شاء الله نامل ان الاتحاد الافريقي يخفضها المباراتين. اخيرا يا كابتن اسماعيل، ان امكن يعني بدون سياسه في الاجابه، ميدو هو موجود معانا يا كابتن مدحت من غير سياسه، يعني ميدو لعيب بالنسبه لنا مهم كجهاز فني، وانا كنت على اتصال قبل السفر بيه على طول، وهو ما عندوش مشكله معانا في الجهاز الفني، هو بس كان عنده مشكله ان هو كان اصابات ورا بعض، اصابتين ورا بعض، واحده في العضله الضمه واحده في ظهره، فغاب فتره كبيره. لما رجع برضه حس بألم وجاله برد، الدكتور كشف عليه، حصلت المشاكل اللي حضرتك سمعت عنها. نعم. انما هو قبل ما نسافر ب4 ايام ما كانش موجود، ونامل ان هو يكون موجود، لان ميدو طبعا نجم كبير وابن من ابناء نادي الزمالك، ونتمنى يكون موجود بغض النظر عن في المستحقات او غير مستحقات، لازم يكون موجود في النادي لانه هو رمز كبير لاجيال صغيره. مليون مبروك يا كابتن اسماعيل وبالتوفيق ان شاء الله.